السلام عليكم يا اساطير قناتي وعيلتي الثانيه. اليوم رجعت لكم بحلقه قويه وناريه بالاخبار والاحداث الجنونيه اللي صارت في الاسبوع الماضي، منها المفرح منها المحزن، منها الغريب ومنها اللي خلانا نستغرب من حدوثها. انها ما هو تاهل التاريخي للمنتخب الاردني. والان اربط الاحزمه ويلا نبلش. الان راح ننطلق الى اسيا، والان راح نبلش مع المنتخب السوري اللي ودع البطوله بعد اداء مشرف امام واحده من اقوى المنتخبات وهو المنتخب الايراني. اما عن المباراه الثانيه اللي كانت بين البحرين واليابان اللي خسر منها البحرين 3-1 وطلع من البطوله. اما عن المباراه الثالثه اللي خرج فيها المنتخب الفلسطيني بعد خساره مشرفه امام المنتخب القطري بنتيجه 2-1. اما المباراه الرابعه اللي ودع فيها المنتخب الاماراتي امام طاجكستان بعد اداء قوي امام المنتخب الاماراتي، لكن ركلات الحظ منعت تأهلهم. هارد لك للمنتخب الإماراتي. والآن راح ننتقل لمباراة وراح نسميها الملحمة الكروية أو المباراة التاريخية اللي بين الأردن والعراق اللي حكوا إنه فيها ظلم تحكيمي. إذا بدي أوصفها راح أوصفها بأنها مباراة لا تقل إثارة عن مباريات كأس العالم. الآن راح ننتقل لأحداث المباراة وراح نعرف شو صار فيها. راح نبلش بتقدم النشامة بالشوط الأول بعد ضغط عالي من الفريق، كسب هذا الهدف بالمقام الأول تألق اللاعب الأردني يزن العماد وتقدم خط الدفاع العراقي اللي سمح ليزن بالانفراد والتسجيل. أما عن الشوط الثاني فكان اللاعب لعب العراق والضغط ضغط العراق. هذا الاشي كان بسبب خوف المنتخب الأردني والمبالغة في العودة إلى الخطوط الخلفية، فكانت النتيجة هدفين للمنتخب العراقي. والآن راح أحكي شوي عن حالة الطرد اللي صارت، هل هي صحيحة ولا لا؟ أنا في هذا الموقف راح أنصف القانون بالمقام الأول واقول انه سبب الطرد مكون من خطأين. الاول مبالغه في وقت الاحتفال ومحاوله استفزاز الجمهور الاردني. الخطأ الثاني هو استدعاء الحكم للاعب ايمن حسين اكثر من مره، ولكن ايمن كان يشوف الحكم ويرجع يكمل احتفال، وهذا كان كافي انه ياخذ بطاقه صفر. وفي نهايه المباراه كان الانتفاضه الاردنيه بتسجيل هدفين خلال دقيقتين من توقيع اللاعبين نزار رشدان ويزن العرب. والان اجى الوقت اللي نحيي ونبارك فيه للمنتخب الاردني على فوزه وتاهله للمربع الذهبي لاول مره في تاريخه قدام منتخب طاجكستان بنتيجه 1-0. توقيع اللاعب الاردني الاسطوري عبد الله النصيب. طبعا هذا انجاز اسطوري للمدرب حسين عموته، بكون سطر اسمه بحروف من ذهب مع المنتخب الاردني. سبب هذا التاهل طبعا ما بننسى بقيه اللاعبين اللي وقفوا وقفه رجال في المباراه مثل يزن العمات ويزن العرب والمحارب موسى التعمل اللي ادى اداء خرافي رغم اصابته. والف الف مبروك لمنتخبنا، وان شاء الله بتكمل فرحتنا بتاهل المنتخب القطري. لا تنسوا لايك ومتابعه، دعاء لاخواننا في كل مكان. سلام.